أهلا يا دكتور محمود. عبده هنا؟ لا هو مش موجود، بس اتفضل اتفضل يا دكتور محمود. أستاذ عبده زمانه جاي، تحب أعمل لك حاجة تشربها؟ بقت مية حالا. محمود، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ تاني من امتى؟ ده لسه جاي قبلك يا أستاذ عبده. مالك يا محمود؟ في ايه؟ شكلك مش طبيعي. حصل حاجة؟ سعاد جرالها حاجة؟ طلقتها. خلي فطومة تحضر لك أوضة شريف عشان تستريح شوية. فطومة، حضري أوضة شريف عشان الدكتور محمود. هو في ايه؟ أنا إيش عرفني يعني؟ محاضرة الصمت الرهيب. الصمت والسكون وجهان لعملة واحدة. أنا؟ أيوة أنا عملت إيه يا دكتور؟ تعالى يا حيوان. أنا حيوان؟ أيوة حيوان وقذر. إيه يا عم الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ أنت قد الكلام ده؟ عم طب أنا هوريك يا كلب. تعالى تعالى بره. نزل إيدك. تعالى يا ولد. نزل إيدك. قليل الأدب. أنت اتجننت يا تعالى يا كلب. نزل إيدك. نزل إيدك بقول لك. تعالى مفيش أي إيه يا عم أنت؟ لازم يتفتح. محمود، أنت صاحي يا محمود؟ أنا جبت لك الحاجة اللي أنت قلت لي عليها. الكتب في الشنطتين أهو، وباقي الحاجة في الصناديق بره. شكرا يا عبده. إيه يا محمود؟ أنت هتفضل مخلل في الأوضة ولا إيه؟ ما تخرج بقى يا أخي.
شاء الله. تعال اقعد معايا بره، نتفرج على التلفزيون، نلعب 10 طاوله. مش عاوز. انت مستفيد ايه بس من النومه دي؟ يا اخي سيبني يا اخي. انا اسف يا عبده، انا اسف، مش قصدي، غصب عني. أيام كتير مرت وأنا ما بعملش حاجة غير النوم. بعد الأيام زي المساجين، بس مش عارف في انتظار إيه. نسيت كل حاجة قبل الحادثة. حاجة غريبة، ما بقتش فاكر غير الحاجة الوحيدة اللي عاوز أنساها. ما بقاش فاضل من حياتي مع سعاد غير المشهد ده. مش قادر أفتكرها في شكل تاني.